السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصابلي. بالنسبه لهذا الصابلي ديال اليوم صراحه خاص بزياده ديال الدراري الصغار. انا صراحه غادي نشاركو معكم وغادي نشارك معكم حتى كيفاش غادي نصوب الشوكولات، يعني غادي نديرو باللون الازرق والابيض. المهم غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو، عندي هنا ربعه ديال الزبده. بالنسبه للزبده كتاخدوا اي نوع يعني كتخدموا به، انا صراحه هنا عندي اللذه. وغادي نحتاجو خماره ديال الايديال، عندي وحده سنيده، قبصه ديال الملحه، وعندي كاس ديال الزيت. وغادي نحتاجو كاس ديال السنيده، يمكن لكم تعوضوا بالسكر كلاصي. وهنا غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، وغادي نحتاجو القياس ديال الدقيق فورس. صراحه انا دخلت 3 زليفات ديال الدقيق فورس، هما اللي باش جمعت العجينه ديالي بعد ما خلطت. هنا كنحتاجو اي نوع الطابع كتبغيوه نتوما، يمكن لكم تخدموا به. وعندي شكلاط الابيض كالا. صافي هنا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداه بها هي الزبده. هناك خديت الزبده وحطيتها في القصريه. صافي كناخذوا قبصه ديال الملحه، صراحه الملحه ضروري كندخلو باش كتعطينا هذاك المذاق يعني في الحلوه. وغادي ناخذوا كاس ديال السنيده، كيف ما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا بالسكر كلاصي، غير هو اللي بغيتو تاخذوا السكر كلاصي تخدموا به كتاخذوا كاس وربع ديال السكر كلاصي. المهم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. وهنا غادي نبدا نخلط، يعني حتى غادي تخلط ليا الزبده مع السنيده والملحه. صافي عاد ديك الساعه غادي ناخذ كاس ديال الزيت وغادي نخلطو مع الخليط اللي عندي هنايا. ومن بعد غادي ناخذ بيضه كامله وجوج صفر ديال البيض، يعني باش كتجينا داك الصابلي كيجينا يعني هشيش بزاف. هنا غادي ناخذ هاد الساشيه ديال السنيده، يمكن لكم تعوضوه بقشور الحامض الا ما كانش عندكم هاد الساشيه يعني موجوده في الدار، كتاخذوا غير قشور الحامض وكتخدموا به الصابلي ديالكم. صافي هنايا بعد ما ضفت هاد الساشي ديال السنيده غادي نكمل التخلاط، يعني غادي نخلط مزيان. صافي فاش غادي نخلط غادي نوريكم كيفاش غادي نجمع العجينه ديالي. المهم غادي تتابعوا ان شاء الله الفيديو. صراحه بالنسبه لهذا الصابلي هذا كيجي رطب بزاف وكيجي واحد المذاق فيه. صراحه نتمنى انكم تجربوه. هنايا صافي كناخذ الزبده وكنديرها بهذه الطريقه هذه حتى كتذوب ليا ديك السنيده، يعني ما كتبقاش ليا محببه. وهذه هي الطريقه اللي كنصوب بها انا صابلي. بالنسبه للصابلي كاينين عده طرق، مره ان شاء الله غادي نولي نشارك معكم الحلوه، غادي نشارك معكم اي حاجه. ودابا غادي ناخذ الزيت. بالنسبه للزيت كنخليه صراحه حتى كنخلط الزبده مع السنيده وقبيصه ديال الملحه، عاد ديك الساعه كنضيف الزيت. بالنسبه للزيت كنضيف غير بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهذا الصابلي هذا الصراحه راه طريقه سهله بزاف الا تبعتوا نفس الطريقه اللي خدمت بها. وهنا بعد ما ساليت الكاس ديال الزيت اللي عندي، صافي غادي نبدا نخلط مزيان هذا الخليط اللي عندي هنا ديال الزبده والسنيده وقبصه ديال الملحه. صافي وعاد ديك الساعه غادي ناخذ البيض وغادي ندير 3 ديال البيضات. غادي ناخذ بيضه كامله وغادي ناخذ جوج صفار ديال البيض. هنا بالنسبه لهاد الصابلي صراحه راه كيجي هشيش بزاف. وهنا كيف ما كتشوفوا هنايا الصراحه انا كنبغي نخلط مزيان حتى تذوب ليا السنيده. عاد ديك الساعه غادي نضيف البيض كيف ما كتشوفوا. هنا كنحاول انني نمعك مزيان ديك السنيده اللي مع الزبده، يعني باش ما يبقاش عندي ديك الحبيبات ديال السنيده. هنا بعد ما ساليت الخلاط صافي كنضيف البيض. وهنا بعد ما ضفت بيضه كامله غادي نستمر في التخلاط يعني حتى يتخلط ليا الخليط ديالي. عاد ديك الساعه غادي نزيد جوج صفر ديال البيض. صافي هنا غادي نكمل التخلاط، غادي نخليكم مع الفيديو. وهنايا كيف ما كيبان لكم غادي ناخذوا هاد جوج صفار ديال البيض. صراحه انا درت كل صفر بيضه درتها في زليفه باش يبان لكم يعني الخليط اللي كنخلط به الصابلي. صافي هنا بعد ما ضفت البيض غادي نخلط مزيان يعني حتى يتخلط ليا الخليط ونحس بالبيض يعني تخلط ليا مع الزبده. صافي عاد ديك الساعه غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق يبقى على حسب النوع. هنايا الصراحه هذا النوع ديال الدقيق انا كنت خديت الاتقان، ضفت 3 زليفات ديال الدقيق. وهنا دابا خديت خماره ديال الايديال. صافي هنا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي حتى تجمع ليا. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي راه ما كتسدلكش يعني كنجمعوها غير بشويه. هنا بعد ما جمعتها درت ليها السلوفان غادي نخليها على ما نوجدوا الكراميل وغادي نرجعوا للعجينه ديال الصابلي. وهنا خديت جوج كيسان ديال السنيده درتهم في هاد الكاميله ودرتهم على نار مهيله حتى كيتخلط ليا على هذا الشكل هذا، يعني كيولي على شكل كراميل. صافي وغادي ناخذ زليفه غندير فيها فلو ديال الكراميل. صافي غادي ناخذ معلقه ديال النشا اولا الدقيق الابيض بالنسبه لكم،
الا ما كانتش متوفره النشا كتاخذوا غير الدقيق عادي، كتاخذوا معلقه، وغادي ناخذوا ساشي ديال سنيده بنكهه الفاني. صافي هنا وغادي ناخذوا كاس ديال الماء دافي وغادي نخلطوا على الخليط، وغادي نحركوا مزيان، وغادي نزيدوا على السنيده اللي درت على شكل كراميل. صافي غناخذوا هذا الخليط وغنزيدوا على السنيده اللي ذوبت على شكل كراميل. الصراحه انا ما تصورتش هي ديك اللقطه فاش كنت كندير الخليط، لان التليفون كان طفى ليا. وهنا كنت زدت الشوكولاط حتى هو مهم، وتخلط لي هذا الخليط هذا كيولي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الطريقه راها سهله بزاف وكتجي اقتصاديه، وكيجي صراحه المذاق زوين بزاف. هنايا صافي غادي نرجعوا للصابلي، بعد ما سالينا الكراميل غادي نرجعوا للصابلي. وهنايا خديت العجينه ديال الصابلي، يعني بسطتها بالمدلك. فاش كنكونوا كنبسطوا العجينه ديال الصابلي يعني ما نرقوهاش بزاف، من الاحسن نخليوها بين وبين، يعني ما تجيناش رقيقه بزاف. هنا كنت خديت هاد الطابع هذا. صافي كنبقى نطبع الصابلي، يعني نديرو بهاد الطريقه هذه. صراحه راه كيجي واحد المنظر كيجي غزال بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت اللاطه، صافي اللي طبعتها كنحطها هنايا في اللاطه باش كتجيني بطريقه سهله. بالنسبه للفرن حتى هو راني شعلته، غير هو فاش كنكونوا كنطيبوا هاد الصابلي هذا ما نحمروش بزاف. كتعرفوا صراحه اللون ديال الصابلي ما كيكونش محمر بزاف. هنايا صافي غادي نكمل هاد الصابلي اللي بقى عندي هنا كلشي غادي ندخلهم صراحه في مره واحده، يعني الطريقه راها سهله بزاف. هنا بعد ما ساليت هاد الطابع هذا، ودابا غادي ناخذ الطابع الاخر. صافي غادي نطبع نفس الطريقه، وغادي ندخلهم الفران حتى يطيب الصابلي. وهنا غادي ناخذ الشوكولاط كالا غادي ندوبو. وهنا بعد ما ذوبت الشوكولاط قسمته على جوج. صافي هنا عندي الملون الازرق، بالنسبه لهاد الصابلي يعني خاص بالدراري. الا بغيتو تغيروا اللون، كانت عندكم شي زياده ديال البنوته، ممكن تاخذوا اللون الغوز، المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وهنايا بعد ما درت الملون الازرق درته في الشكلاط، يعني كناخذوا غير القياس. صافي وكنبقى نزوق بهاد الطريقه، النص كنديرو زرق والنص كنديرو ابيض. كنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي هاد الشكلاط كامل اللي عندي. صافي فاش غادي يشد في راسو غادي نحيدو، غادي نكمل هاد الشيء كامل اللي عندي هنايا. صافي وغادي ندوزو باش غادي نوريكم كيفاش كنلصق صابلي. بالنسبه هنايا للصابلي كناخذ الصابلي وكناخذ القياس ديال الكراميل، ما نكثروش بزاف باش داك الكراميل ما يسيحش لينا. وهنا غادي ناخذ هاد الصابلي اللي لصقت غادي نحطو مع هاد الشيء اللي عندي هنا. وهذا هو الصابلي بعد ما ساليت. صراحه كيجي المنظر ديالو غزال بزاف، وحتى المذاق صراحه كيجي غزال. وغادي نوريكم الشكل ديالو. صراحه انا فاش ساليت خديت شويه ديال الملمع ودرتو على الصابلي باش كيعطي داك البريو. صراحه جا كيحمق بزاف. كيف ما كتشوفوا انا غادي نوريكم الشكل كيف جا. صراحه كيجي داك اللمعان يعني في هذا الصابلي هذا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله مع طريقه اخرى وتكون زوينه ان شاء الله، علاش لا. وما بقى الا نودعكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.